اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم الاء ودي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 22 بالصوره العاديه. عملت سبونش كده 3 بيض. عايزه اتكلم معاكم في حاجه تعباني جدا جدا بقالي فتره كبيره جدا. الفكر كده عمال يوديني ويجيبني، بس بجد يعني انا محتاجه اتكلم ومحتاجه حد يقول لي ان انا صح ولا لا. عارفين انتوا لما تحسوا كده بحالة يأس وإحباط كبيرة جدا في حياتك، تحسي ان هو طب هو وبعدين في كل حاجة. يعني لما تاخدي قرار كده فجأة ان انت خلاص مش قادرة تكملي، مش قادرة، وفي وسط القرار ده بقى تبصي بقى لبيتك وعيالك ومسؤولياتك، بس برضه مش قادرة تكملي. الموضوع بيبقى صعب قوي على فكرة، بس خلاص بيبقى هو ده. عارفين اللي هو مفيش حل، انا مش لاقي حل تاني، انا مش قادرة اكمل بجد. عارفين انتوا لما بيجي عليك وقت تبقي صابرة كده وقوية وتقدري تتحملي، والناس بيقولوا عليكي اللي هي الست الجدعة اللي بميت راجل، اللي تقدر تتحمل كل الظروف وتقدر تتحمل حاجات اكتر من اللي هي فيها دي. وتلاقي فجأة كده ان انت مش قادرة، وتيجي تلاقي كل الناس بتلوم عليكي ان انت اصلا كنت في البداية تقدري تتحملي. ايه اللي جرى؟ يعني ايه الجديد؟ ايه اللي حصل لك؟ ما انت يعني ياما مر عليكي حاجات كتير جدا، ايه اللي حصل فجأة كده؟ يا جماعة ربنا بيدي البني آدم طاقة لكل حاجة، وبيديكي رصيد من كل حاجة. يمكن الرصيد ده خلص، يمكن الطاقة دي خلاص ما هي مش قادرة، مش قادرة تكملي، مش قادرة تحملي، مش قادرة تيجي على نفسك تاني. يعني عارفين لما تحسي ان انت في الدنيا دي لوحدك؟ هو وبعدين هنقول بقى ان هي رسالة وبنأديها، وكل الناس كده، وكل الناس عندها مشاكلها، وكل الناس لا. طب انا بجد وصلت لمرحلة صعبة، واصلة لمرحلة صعبة في حياتي. عارفين اللي هو اللي واقف في النص ده، لا عارف يطلع ولا عارف ينزل، لا عارف يكمل في اللي هو فيه ولا عارف يرجع عنه. وكل الناس بتلوم عليه، كل الناس بتلوم عليه ان هو مش قادر يكمل. اوقات بيجي عليا وقت كده بفكر اقول ايه، طب لو انا مت مثلا الناس دي هتكمل ازاي؟ اكيد هتكمل حياتها، مفيش حياة بتقف على حد. طب ما يعتبروني كده، ما يعتبروني ان انا مت ويكملوا هم من غيري. اللي هو احنا مش هنسيبك الا لما فعلا تبقي ميتة. هو ده اللي انا واصله له الفترة دي، ومش عارفة اطلع منه، ومش عارفة اعمل ايه. انا عايزة حد يقول لي انا اللي انا فيه ده صح ولا غلط، لان انا فعلا يعني بجد الفترة دي ربنا وحده اللي يعلم بيا. طبعا الفيديو ده اصلا قديم، بس انا عارفين اللي هو انا مش قادرة اصلا اتكلم، مش قادرة اشرح حاجة ولا قادرة اعمل اي حاجة. فكرت كتير جدا ان انا يعني اوقف شغل على القناة وما انزلش حاجة. حتى اللي متابعني على الفيس هتلاقي اغلبية الشغل يا اما متكرر يا اما اللي هو كده عشان الدنيا تمشي بس انا فعلا يعني الايام دي فعلا مش قادرة اعمل اي حاجة ولا افكر في اي حاجة. فادعولي كده ان ربنا يصلح حالي بجد، لان انا نفسيتي تعبانة ومتدمرة، وحاسة ان انا حاسة ان هيحصل لي حاجة، وده بجد على فكرة. ويمكن اللي انا فيه الفترة دي انا مر عليا حاجات اكتر من كده بكتير كتير، وكنت ببقى بتركيز اعلى ودايما ببقى احاول ان انا اكمل، لا ما استسلمش. بس انا الايام دي عارفين اللي هو وبعدين وبعدين ان لازم انا اللي اضحي، وبعدين وانا لازم ان انا اللي اجي على نفسي، وبعدين هو انا على فكرة هقول لكم على حاجة. الست اللي هي بتبقى قوية قوي دي، اللي هي بتقدر تواجه المصاعب وتقدر تحل المشاكل وتقدر تفكر في حلول و... وتقدر تيجي على نفسها وتتحمل مهما كان
انا كل اللي حواليا كانوا بيقولوا لي يا بنتي احنا ما نقدرش نعمل اللي انت بتعمليه، احنا ما نقدرش نيجي على نفسنا كده عشان المركب تمشي. لا، كتير يعني اخواتي وقرايبي وناس قريبة جدا مني، اللي عارفة تفاصيل حياتي يعني، او عارفة المواقف اللي بتحصل قدام. ايه ده، انت ازاي بتقدري تتحملي كده؟ هو ربنا كان بيهون بقى، عارفين اللي هو ايه، اللي انتوا عارفين اصلا كمان بيجي عليك وقت كده، عارفين اللي هو بتندمي على حاجات كويسة بتعمليها، مش عشان اللي قدامك ده خذلك مثلا، لا، عشان اللي قدامك ده دايما حاطط في دماغه ان انتي دايما عندك حل لكل حاجة، ان انتي دماغك ما بتعطلش. فلما اللي قدامك يحسسك ان كل الحمل عليكي وكل حاجة عليكي انتي بس اللي المفروض تحليها وتعمليها، الموضوع بيبقى صعب قوي. الموضوع بيبقى صعب قوي، لان الست مهما قويت بتبقى محتاجة برضو حد يفكر معاها، حد يحللها. لما اجيلك بمشكلة عندي لازم تحلها لي زي ما انا، لما انت بتجيلي بمشكلة انا بحلها، ما بقفش اتفرج. هتقولوا بقى ربنا مدي كل واحد قدرات، لا، بيجي عليك وقت بتزهقي وتملي، بتتعبي نفسيا، تقعدي مع نفسك كده تقولي وبعدين. هو ده اللي بقى اللي وصلت له دلوقتي، وبعدين يا جماعة، وبعدين كله بيقول لي كملي عشان عيالك، كملي عشان بيتك، انا مش قادرة، والله ما قادرة، وانا عارفة ان القرار ده صعب جدا، بس انا فعلا وافتخرت ربنا وقلت اللي ربنا عايزه يكون، بس انا فعلا مش قادرة اكمل. انا تعبانة جدا وحاسة ان انا يعني محبطة كده قوي، محبطة قوي 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 يعني، حاسة نفسيتي متدمرة قوي وتعبانة بجد. ادعولي ان ربنا يخرجني من اللي انا فيه ده على خير، بس انا مش عايزة اكتر من كده. انا مش محتاجة الايام دي غير دعوة كده، دعوة تكون حد مثلا كان محتاج مني حاجة وقدرت اساعده فيها، بس محتاجة دعوة كده بخالص نية بجد، ان اكيد ان ربنا يعني اكيد هيعديني من اللي انا فيه ده، اكيد ربنا ما بيرضاش بحاجة وحشة، واكيد ربنا عارف قد ايه ان انا اتحملت حاجات يمكن غيري ما يقدرش يتحملها. عارفين انتوا لما تت... يعني تيجي على نفسك لدرجة اللي قدامك يحس ان ده خلاص بقى يعني عادي، عادي، ما انت بتعملي اكتر من كده، ويبقى حق يعني مكتسب، هو ده. فلما تيجي تعطلي لأي سبب هتلاقي نفسك بتتلامي. عارفين الناس اللي بتشتغل تشتغل 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 وتيجي فترة تقعد ما تبقاش قادرة تعمل حاجة، ويجي يقولوا لها هو انت بتعملي ايه، هو انت ما عملتيش حاجة مثلا، او النهاردة ما عندكيش حاجة تعمليها، لان هم شافوا ان انت بتبذلي طاقة كبيرة جدا، فحسوا ان انت تقدري على حاجات كتير، ولما تيجي تعطلي مرة واحدة يلوموا عليكي. هو ده، هو ده بالظبط. انتوا بتلوموا عليا في ان انا عطلانة، ولا بتلوموا عليا ان انا اشتغلت كتير وجيت على نفسي؟ يعني اللوم بيبقى على ايه؟ على التفكير مثلا؟ عارفين ان الناس لما تيجي تتكلمي مع حد يجي يقولك ايه، ما انت اللي بتسهلي الامور، ما انت اللي عملتي في نفسك كده. طب انتوا بتلوموا عليا ان انا كنت كويسه في يوم من الايام؟ هو الاحسن ان انا اقف اتفرج لما يبقى عندي مشكله، ما احاولش احلها؟ فانا بجد محتاجه يعني دعواتكم بجد، ويعني محتاجه دعمكم ليا كده بكلمه حلوه، لان انا الايام دي ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا بفضل اقلب في الكومنتات واقلب في الحاجات اللي هي اي حد كده، عارفين اي حد يقول كلمه كده. انا محتاجه جبر خاطر بجد. شكرا لكم.